السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غادي نتكلم على المتتاليات الحسابية للشعب الأدبية. إذا اليوم نحلو تمرين بإذن الله. هذا التمرين الأول، عندنا زوج تمارين نحلوهم ونحلوهم إن شاء الله بشوية. عندك التمرين الأول نحلو هو الأول، قال لك إي آن متتالية عددية معرفة على الآن بحدها الأول. إي آن يساوي، بين أن إي آن متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها آر، ثم أحسب المجموع. صحيح، نبدا نشوفوا المعطيات وشنو راهم عاطينا. عطاك متتاليه عدديه اللي هي هذه، قال لك بين، هذا ما عطاك معرفه على الان يعني حدها الاول اي صفر. بين ان اي ان هذه متتاليه حسابيه يطلب تعيين اساسها ار. كيفاش نبينوا انها متتاليه حسابيه؟ قلنا نحسبوا الفرق تاع اي ان زائد واحد ناقص اي ان. اي ان واحد ناقص 5 ان، نحسبوا في الاول اي ان زائد واحد يساوي، هذه في بلاصة الآن نردوها آن زائد واحد تعطيك واحد ناقص 5. هنا لازم نفتحو قوس باش ما نغلطوش. آن زائد واحد يعني يعطيك 5 مضروبة في هادو، في آن وفي الواحد، تساوي عندك واحد ناقص 5 في آن، 5 آن ناقص 5 في واحد تعطيك ناقص 5، تساوي هنا ناقص 5 آن ناقص 5 آن. عندك هنا الواحد ناقص 5، هيدي واحد ناقص 5 يعطيك شحال؟ يعطيك ناقص 4. ولازم نحسبوه ونطرحوه من اي ان، يعني نديرو اي ان زائد واحد ناقص اي ان ويساوي، عندك اي ان زائد واحد اللي هو هذا تكتبه 5 ان ناقص 4 ناقص. شوف دائما يكون عندكم الناقص حاجه لازم ديروا اقواس ولا حاضنه ولا باش ما تغلطوش. واحد ناقص 5 ان نحسب، عندك هنا 5 ان ناقص 4، عندك هنا ناقص واحد نضربو الناقص والناقص عطيك زائد 5 ان. شحال يعطينا هنا؟ شوف سمعنا عندنا ناقص 5 ان وعندنا 5 ان متعاكسين هادو نحيو. عندك ناقص 4 وناقص واحد شحال يعطيك؟ يعطيك ناقص 5. اذا هنا الفرق لقيته اي ان زائد واحد ناقص اي ان، لقيتها ناقص 5. لقيت اذا عندنا عدد ثابت، ناقص 5 عدد ثابت. اذا نقول بلي هذه المتتاليه حسابيه احسب المجموع. صاي اي صفر الى الحد اي 9، نكتبوه في الاول الحاجه الاولى اي صفر زائد اي واحد لحد اي 9. هنا دروك القانون شنو يقولنا هذا عدد الحدود في الحد الأخير ولا الحد الأول زائد الحد الأول على 2. صحيح، هنا عدد الحدود شحال يعطينا؟ عندك 9 ناقص 0 يعطيك 9 زائد 1 10. صحيح، الحد الأول اي 0 زائد الحد الآخر اللي هو اي 9 على 2. اذا هنا خاصنا نحسبوا اي 0 ما عندناش و اي 9 ما عندناش، فين نعوضوها في هذه اللي عطاوها لك العباره تاعها. ثم واحد ناقص، عندك واحد ناقص 5 في 0 شحال تعطيك واحد. عندك اي 9 واحد ناقص 5 في 9 شحال تعطيك هنا؟ تعطيك هنا واحد ناقص هنا 45، إذا تعطيك ناقص 44. وتطبق عندك هنا 10 في اي 0 واحد ناقص 44 على 2 وتحسبها. لا نحسبها باش ما نكثرش في الفيديو. التمرين الثاني، شوفوا هنا ا بي سي حدود متتاليه حسابيه متزايده اساسها ار، حيث ان ا زائد بي زائد سي يساوي 9. احسب بي ثم اكتب ا و سي بدلاله الار. علما ان ا في سي يساوي ناقص 16، عين الاساس ار ثم استنتج ا و سي. عطاك اي ان متتاليه واحده اخرى حسابيه حدها الاول اساسها ار، عبر عن الحد العام اي ان بدلاله الان. احسب المجموع، عندك ثاني هذه احسب المجموع الثاني اللي هو اس فتحه. عطاك ا بي سي، هادو ا بي سي هو حدود متتاليه حسابيه. قال
قال لك حدود متتالية حسابية وقال لك باللي متزايدة. هنا من نشوفوا بلي حدود متتالية متتابعة وحسابية نعرفوا باللي الوسط الحسابي. لو هنا هو عطاك أ زائد ب زائد سي يساوي 9. قال لك احسب البي، عندك الأساس ار. الوسط الحسابي شنو يقول؟ يقول لك أ زائد سي يساوي 2 بي. هنا شنو عندك 2 بي هو اللي تساوي أ زائد سي، يعني أنا نقدر نعوض أ زائد سي نعوضها ب2 بي. نعوض هذه 1 مثلا في 2 نعوض 1 في 2، لازم نصيبو مجهول واحد. صحيح 2 بي، عندك أ زائد سي يساوي 2 بي. إذا أ زائد سي هنا نعوضوه ب2 بي زائد بي يساوي 9. شوف عندك 2 بي زائد بي شحال تعطيك؟ 3 بي، لأنه 2 زائد 1 صحيح تعطيك 3 بي يساوي 9. هنا عندك البي ماذا يساوي 9 على 3 وتساوي 3. نحسبو واش قالنا. اكتب، شوف قال لك شوف السؤال، اكتب الأ والسي بدلالة الآر. نكتب الأ والسي ماشي البي بدلالة الآر. شوف مادام دخلوا الآر كيفاش نحسبو؟ احنا عندنا متتالية، احنا ديجا عندنا متتالية حسابية، وحنا عندنا الحدود تاع المتتالية هي أ بي و سي. هنا لو كان نجيو نكتبو الحدود تاع شنو يعطيك الحساب متتالية حسابية؟ عندك هذا اي ان زائد 1 يساوي اي ان زائد ار. بصح هذا كيفاش نطبقوه في هذا؟ شو اسم عندك هادو حدود متتالية، يعني الأ هو الأول عاود يجي بي موراه هو الزاوج، عاود السي هو الثالث موراه. دابالكم بها هادي. هنا عندك اي ان زائد 1 يعني هو الحد اللي قبل الاي ان، هذا الأول هذا الزاوج نكتبو بي. هنا البي هي اي ان زائد 1 لأن هنا اي ان أو جي موراها اي ان زائد 1 كما قلنا ياكو، سما للأ جي موراها البي. إذا نكتبو البي اللي تجي الزاوجة نكتبوها بدلالة الأولى، بي يساوي أ زائد ار. صافي فهمتوني؟ هذا نعاودو نكتبو السي. إذا نقدرو نكتبو السي يساوي بي زائد ار. إذا هنا لو كان نخرج، هما قالنا نخرجو لي الأ والسي بدلالة الار. في الأول نخرجو الأ يساوي ناقص ار وتساوي البي صحيح حسبناها نعوضوها ديريكتومون 3 ناقص ار، والسي شحال تساوي بي زائد ار صاي 3 زائد ار. صافي فهمتوني؟ اذا هي قالك علما ان ا في سي يساوي ناقص 16. عطاها لك هذه، عين الاساس ار ثم استنتج الأ والسي. اذا هنا قالك ا في سي عطاها لك ناقص 16 الاساس ار هذا. اذا نعوضو فقط الأ والسي ونشوفو الاساس باش نحسبو. الأ اللي هو هذا 3 ناقص ار في السي اللي هو هذا 3 زائد ار يساوي ناقص 16. هنا نقدروا نحسبوا الار لان عندنا ديجا مجهول واحد. هنا كيفاش؟ شوفوا اسمع، عندك 3 ناقص 3 ناقص ار و3 زائد ار راح تشبه المتطابقه شاهره اللي هي ا زائد بي في ا ناقص بي. صحيح الحالة تاعها تساوي أ أس 2 ناقص بي أس 2. إذا الأ هو 3 أس 2 ناقص البي اللي هو الآر أس 2 ويساوي ناقص 16. باش نديرو ار أس 2 يساوي نرد ها هو الناقص ردوه من الجهة الأخرى. معليش أنا كتبتها منا بصح معليش مهم أنا ندير بلي هذه رديتها من الجهة الأخرى ولات ار أس 2 باش تجيكم سهلة. دائما ملي تكون ناقص تردوها من الجهة الأخرى، يعني هاد 3 أس 2 تقعد كما راها، هذا الناقص 16 هي اللي تولي من الجهة 3 أس 2 ناقص 16 تولي من الجهة الأخرى تجيك زائد 16 وتساوي هنا 3 أس 2 9 عندك 16 هنا. إذا ار أس 2 شحال تعطينا هنا 25. احنا الار كما نعرفو انه الار
ار أس 2 يعطيك داك العدد. الار يساوي جذر هذاك العدد ناقص وثاني يساوي ناقص جذر 25. فهمتوا؟ ماشي يساوي جذر 25، يساوي جذر 25 ناقص 25. هنا شحال تعطيك 5 وهنا تعطيك ناقص 5. هو قالك احسب الار، انت صبنا زوج تاع الار، صبنا الخمسة وناقص 5. لكن حنا وشنو هنا نرفدو 5. لماذا؟ لان المتتاليه هو عطاها في التمرين باللي متزايده. مادام متزايده الار لازم تكون موجبه. اذا رفدو الار يساوي 5. استنتج من حسبنا الار صحيح. قالك استنتج السي والا. عندك الا يساوي 3 ناقص ار، سي يساوي 3 زائد ار. اذا نتوما شوفوا كتبوا لي في التعليقات شحال تلقاو الا وشحال تلقاو السي. ان متتاليه حسابيه عطاها لك. حدها الاول اي صفر ناقص 2 اساسها الباء. قالك اكتب الحد العام يعني وعبر عن اي ان بدلاله الان. اي ان متتاليه حسابيه نعرفوا الحد العام تاعها اللي هو يساوي اي صفر مادام الحد الاول هو صفر ان اخ اي صفر 2 واساسها 5 ان في 5 يعني 5 احسب اي 15 ثم استنتج المجموع. اي 15 نوضو في هذا ما كان 2 زائد 5 في 15 تعطيك هنا 77. نقولك احسب المجموع اس عطاهولك هنا من اي صفر حتى لاي 15 تساوي اس هو عدد الحدود في اي صفر زائد اي 15 على 2. عندك عدد الحدود شحال؟ 15 ناقص صفر زائد 1 اللي هو 16. اي صفر عندنا شحال لقيناها؟ اي صفر قال عطاها لنا في التمرين اللي هو 2 زائد 77 على هنا 2 كان 16 في تعطينا 35 ونص. نحسبوها فقط بالآلة الحاسبة. هنا شحال تعطينا اس؟ تعطينا 568. السؤال الأخير متتالية عددية معرفة على الآن بعلاقة 8 في ان ناقص اي ان يساوي 0. احسب اس فتحة مجموع جديد في 0 زائد في 1 حتى في 15. عندك 8 في ان ناقص اي ان يساوي 0. الحاجة الأولى خاصنا نجبدو الفي ان. عندي حاجة باينة ياك باش نحسبو. تعطيك هنا 8 في ان يساوي اي ان ردوها من الجهة الأخرى جي اي ان تساوي في ان ماذا يساوي اي ان على 8. نحسب المجموع اس فتحة في 0 في 1 حتى 15. كيفاش نحسبو اس فتحة؟ كما راكم تلاحظوا شوفوا هنا عندك في ان هو اي ان على 8 يعني تكون خرجت 8 منا تجيك 1 على 8 اي ان. في ان تساوي 1 على 8 اي ان. كيفاش نحسبو المجموع؟ ديجا اصلا حنا حاسبين اي ان المجموع تاع اي ان لان هنا في ان كون نبداو مثلا نحسبو تاع صفر يعني 0 في 1 على 8 نعاودو نحسبوه في 15 اللي هي 15 في 1 على 8 نعاودو نحسبو هاديك يعني جينا طويلة شوية نستنتجوها. اذا المجموع تاع اس فتحة هو 1 على 8 في المجموع تاع اي ان مجموع. اذا المجموع اس فتحة شحال تعطيك 1 على 8 المجموع تاع اس ان 568 على 8 هذا ما كان تعطينا 71. اذا كملنا الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه المره. اكتبوا لي رايكم في التعليقات